والله أنا أتوقع أنه فوز مريح للهلال بإذن الله. فوز مريح جدا. هتلعب مع بطل افريقيا. هو بطل أفريقيا لكن كعبنا عالي مرة على كل أفريقيا. أنا أشوف يعني ما اعرفش الثقه والعنجهيه دي كانوا جايبينها منين. والله ان شاء الله باذن الله الهلال ثالث العالم باذن الله مضمونه. الاهلي لعبت البطوله هذه. والله لا اهلي حديد بس الهلال حيسيحه. على زرافه عسل اللي جابت ابو سلالم ابوك. فانا اخاف من شيء واحد، اخاف انه يقل حماس اللعيبه. خلاص قابلوا تشيلسي قدموا مستوى يحسبون هذا الهدف، لا الهدف ان شاء الله المركز الثالث باذن الله، ونكون اول نادي سعودي ياخذ افضل مركز، وان شاء الله هلاليه واتوقعها فوز بصعوبه صراحه. بالذات ترى توهم جاهزين، لعيبة المنتخب توهم جايين، فما أتوقع أنهم جاهزين نفسيا لقوة الهلال زي ما شفنا قدام تشيلسي. أتوقع فوز مريح جدا. تاني معلش بأقل مجهود أتوقع 3-0 3-1 عشان المصاري 3-1 مصاري نعطيهم هدف واحد. اضحك محمد اضحك 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 عبد الله اضحك اضحك يلعن اضحك يا برنس. ازيك يا معلم؟ اليوم الهلال السعودي حيفوز. والله حلو ضحكتني. قولها تاني كده. هدي لك 200 جنيه وتحكي لي الحكايه دي تاني. الهلال السعودي بيفوز. هو انا بس عندي سؤال، هو ترتيب الهلال في الدوري كام السنه؟ ترتيب الهلال في الدوري الرابع. ها؟ الرابع؟ ان شاء الله برضه النهارده هياخد الرابع. احنا اخوه قبل اي شيء. الاهلي كبير افريقيا والهلال كبير اسيا، وان شاء الله يقدموا مباراه نفتخر بها احنا كعرب. سيف زاهر الا على مسافه واحده من الجميع. انا واحد اهلاوي، بس انا هلالي، يعني انا فعلا من الناس الاهلاويه اللي بشجع الهلال. انا بحب الانديه الكبيره، الانديه العريقه اللي عندها تاريخ. انا بقول لك النهارده طبعا نفس الاهلي يكسب، بس والله الهلال كسب، الاهلي كسب، احنا مبسوطين ان اللي هيبقى ثالث عالم هيبقى الكلام ده. انا بقول لك انا اهلاوي وهلالي. انا بقول لك انا بحب الهلال السعودي. انا بحب الهلال فرقه كبيره، زعيم اسيا وزعيم افريقيا، اللي يكسب فيهم النهارده ان شاء الله باذن الله نقول له مبروك. الهلال راجع. راجع فين؟ الهلال راجع على السعوديه، ما انا عارف، بس بتكلم هنا احنا خلاص. لا راجعين الهلال. ما انا عارف، ان شاء الله ترجعوا بالسلامه. ربنا معاك. حبيبي احنا رقم واحد في افريقيا، تاني فرقه على العالم بتنافس بعد ريال مدريد. السنه دي مش مكتوبه، السنه دي بتاعتنا ان شاء الله باذن الله 2022 كلها لنا، هناخد الثالثه على التوالي. هيجي يوم والكاس هيبقى للاهلي. احنا ابطال افريقيا وهنبقى ابطال العالم باذن الله. اهلي 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 والله اللجنه المنظمه زباله صراحه. لا انا ما اسمحلكش. لا من فضلك. في ايه يا استاذ؟ احنا صعايده. لا التحكيم زفت، ما ادري من اي زباله يجيبونهم دول. الحكم وحش. الحكم وحش. انت ظالم يا حكم. ظالم. اتوقع انها 4-0. يا ابن اللعيبه يا فاجر. هنكسب. هنكسب 5 بطلات. لا 5 خلاص. حي التاني جاي. حي التاني جاي. 1 2 الكبسه راحت فين؟ 1 2 الكبسه راحت فين؟ راحت عند عم حسين. عم حسين ده انا ما اعرفوش. طب يا ستوب ايه يا كابتن بكر؟ على ما يجي الخامس في رومنتادا. ما فيش رومنتادا ولا لوموناتا حتى. ايه في ايه؟ انت مالك انت؟ وانت رئيس مباحث الافيهات؟ ايه؟ ما كل واحد يقول اللي هو عايز والناس هي اللي بتروح. ما فيش اي حاجه، خلاص انتهت. جماهير الهلال خلاص كل سنه طيبين. الاهلي لسه له جونين، او ممكن نخليها 6-1 عشان يبقى الفرح هنا والحزن في السعوديه، وعندنا في مصر على جماهير المنافس برضه. الله وانا مالي يا لمبي. اهلي العب يا اهلاوي. اهلي الله الحبيبي. حفله. ان شاء الله باذن الله الفيفا ظلمتنا. وظلمت النادي الاهلي، لان لو في عدل ولو كانت دي بطوله اوروبا ما كانت البطوله هتتاجل.
انما هم بيستقلوا بافريقيا. بس ان شاء الله السنه الجايه باذن الله راجعين تاني كاس العالم وهناخد الكاس باذن الله. الاهلاوي عمره راسه ما تبقى في الارض. احنا مع فريقنا على المره قبل الحلوه. بقول لك ايه 1 2 الكبسه راحت فين؟ 1 2 الكبسه راحت فين؟ اللعبة اساسيين ما تفوزون. احنا جايين نهدي النفوس. لو ما طرد والله كان راح والله لو لعبت حتى بالاساسيين والله الاهلي بطل القاره. انا مش هكلمه، انا هفهمه غلط بس. الاهلي نمبر 1. والله لو بتلعبوا في المنتخب ونلعبكم بالاهلي بس بنكسبكم بنكتسحكم. واكبر نادي للمشاركات في كاس العالم للانديه هو ده النادي الاهلي، وان شاء الله في اللي جاي يحسن ولا غيره يفرحني. ايه ده؟ حرام تموت ضحكة بريئة في شفايف الإنسانية. حرام تغيب عنا الحقيقة في عيون المغربية. حرام تموت ضحكة بريئة في شفايف الإنسانية. حرام تغيب عنا الحقيقة في عيون المغربية. حرام يموت يما ضناك ويا ريته كان فداك. يموت يما ضناك ويا ريته كان فداك. ده كان من قلبي. والله انا اتوقع انه فوز مريح للهلال باذن الله. فوز مريح جدا. هتلعب مع بطل افريقيا. هو بطل افريقيا لكن كعبنا عالي مره على كل افريقيا. انا اشوف يعني ما اعرفش الثقه والعنجهيه دي كانوا جايبينها منين. والله ان شاء الله باذن الله الهلال ثالث العالم باذن الله مضمونه. الاهلي لعبت البطوله هذه. والله الاهلي حديد بس الهلال حيسيحه. على ابو زرافه عسل اللي جابت ابو سلالم ابوك. فانا اخاف من شيء واحد، اخاف انه يقل حماس اللعيبه. خلاص قابلوا تشيلسي قدموا مستوى يحسبون هذا الهدف. لا، الهدف ان شاء الله المركز الثالث باذن الله، ونكون اول نادي سعودي ياخذ افضل مركز، وان شاء الله هلاليه واتوقعها فوز بصعوبه صراحه. بالذات ترى توهم جاهزين، لعيبه المنتخب توهم جايين، فما اتوقع انهم جاهزين نفسيا لقوه الهلال زي ما شفنا قدام تشيلسي. اتوقع فوز مريح جدا. تاني معلش باقل مجهود اتوقع 3-0 3-1 عشان المصاري 3-1 مصاري نعطيهم هدف واحد. اضحك محمد اضحك عبد الله اضحك يلعن اضحك يا برنس. ازيك يا معلم؟ اليوم الهلال السعودي حيفوز. والله حلو ضحكتني. قولها تاني كده. هدي لك 200 جنيه وتحكي لي الحكايه دي تاني. الهلال السعودي بيفوز. هو انا بس عندي سؤال، هو ترتيب الهلال في الدوري كام السنه؟ ترتيب الهلال في الدوري الرابع. ها؟ الرابع؟ ان شاء الله برضه النهارده هياخد الرابع. ايه الحلاوه دي؟